أبطالي وبطلاتي جاهزين نكمل مع بعض تحدي مدرسة الأبطال، المدرسة اللي هنتعلم فيها كل حاجة تفيدنا. في الفيديو ده هنصلي مع بعض، هنشتغل مع بعض، هنمر بموقف صعب جدا، هنتعلم مع بعض ازاي نتخطاه علشان لو أي حد فيكم مر بالموقف ده. أول حاجة، احنا لسه في بداية بناء مدرسة الأبطال اللي اتفقنا فيها ان احنا مع بعض هنعمل 3 حاجات. اهم حاجة هنبني لنفسنا ولأولادنا مجتمع آمن نقدر نعيش فيه، وهم كمان يقدروا يعيشوا فيه علشان يقدروا ينتجوا ويبدعوا ويكونوا لنفسهم مستقبل أفضل. علشان تالت هدف، يقدروا بعد كده يكونوا أسر متماسكة ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، واحنا نفرح ونتبسط بيهم انهم عايشين في سعادة. ولكن اللي حصل النهاردة غير كده. النهارده اول ما بدات جه في دماغي افكار كتير جدا سيئه، من ضمنها الناس اللي اذتني والناس اللي عطلتني، مواقف كتير سيئه للاسف كلها جت مره واحده. وطبعا ده شيء متوقع جدا وانا كنت عارفه ده كويس قوي. اول ما هتفكروا تعملوا اي حاجه لنفسكم هتلاقوا كل الافكار السيئه جت، وهتلاقوا عقلكم بيحاول دايما يحبطكم علشان ما تقوموش باللي وراكم. بس احنا درسنا في علم النفس ان العقل هو اللي بيعمل كده. أنا شايفة إن الشيطان هو اللي بيعمل كده. أول حاجة بيبتدي معاكم بيها هو إنه بيشتغل على أفكاركم، وده أول ليفل هيشتغل على أفكارك علشان يحبطك. فأنا كان قدامي حل من الاتنين، يا أفتكر كل الذكريات وأرجع أزعل تاني وافتكر كل الناس اللي اذتني، وبالتالي النواقل العصبيه وكيمياء المخ ممكن تتاثر وانا في الحاله دي، فهاحبط ومش هرجع اصور ولا اعمل المحتوى المفيد اللي انا عايزه اعمله لكم. او تاني حل هو اني اقرر اقوم اعمل حاجه محفزه ليا علشان تخرجني من المشاعر اللي سيطرت عليا دي. فانا قررت اخد تاني حاجه، قررت ان انا اقوم اجيب لنفسي مانجا واعمل ساندوتش. المفروض الحاجات دي انا كنت ناويه اعملها كمكافاه ليا بعد ما اخلص، بس للاسف مشاعري اضطريت ان انا اخدها كحافز في البدايه. وطبعا كل يوم انا بدربكم امتى ناخد المكافاه وامتى ناخد الحافز وازاي المشاعر بتسيطر علينا، لان طبعا انتوا عارفين ان انا مجال دراستي علم النفس، وان انا وظيفتي اعمل لكم تعديل سلوكي او معرفي. المعرفي المعلومات اللي هديها لكم، السلوكي السلوكيات اللي هنقوم بيها مع بعض. وفي الحالتين انا بساعدكم ان انتوا تتدربوا على حياه افضل، وانتوا بنفسكم تقدروا تكونوا لنفسكم الوضع الامن اللي تقدروا تنتجوا وتبدعوا فيه. لان طول ما الذكريات السيئه مسيطره على مخنا للاسف مشاعرنا هتبقى سيئه، مش هنعرف ننتج ابدا. يلا دلوقتي نقوم نبتدي يومنا، ودي كانت معلومه النهارده اللي لازم تركزوا فيها وتتدربوا عليها. اول ما المشاعر السيئه تبتدي بسبب الافكار او الذكريات السيئه، فورا ناخد قرار ان احنا نقوم نعمل اي حاجه تحفزنا وتشجعنا على اللي احنا عايزين نعمله. فدلوقتي بقى جاهزين نبتدي يومنا؟ انا جاهزه. لو انتوا جاهزين يلا بينا، مش جاهزين روحوا اعملوا لكم حاجه تحفزكم علشان تجهزوا معانا. يلا بينا. وطبعا كان واضح من صوتي ان انا مش في المود خالص. علشان ادخل المود قمت عملت لي حاجه بحبها واهلت نفسي وفهمت نفسي ان ده الحافز اللي هبتدي بيه اليوم علشان ادخل في المود وارجع الطاقه تاني. وطبعا مش هننسى الصلاه، لازم نبتدي يومنا بالصلاه. وطبعا في ناس كتير جدا بتربط ما بين الحاله النفسيه والقرب من الله. عادي ممكن نكون بنصلي وبنقرأ قرآن وبنعمل كل حاجة نقدر عليها، ولكن النفسية مش أفضل حاجة. وعلشان كده في الفيديو ده هنتكلم مع بعض ونلفت نظر بعض لحاجة مهمة قوي، وهو ان الحزن اللي بيسيطر على الانسان وبيدخله في حالة اكتئاب او بيدخله في مشاكل نفسية بعدين، ملوش علاقة ابدا بالصلاة، ملوش علاقة ابدا بالروحانيات اللي بنعملها مع ربنا. دي ليها علاقة بكيمياء المخ. هشرح لكم كل ده في الفيديو، بس تعالوا الاول نشوف هنبتدي ازاي. اول حاجة هبتدي بيها هو اني هروق مكان الشغل. ده تاني يوم من مدرسة الأبطال، وأنا لسه ما بدأتش معاكم في المحتوى جد، يعني احنا كده لسه بنجهز وبنلعب. فعلشان اسهل لنفسي واجهز لنفسي بيئه متوازنه وبيئه كويسه تساعدني في الابداع وتساعدني في الافكار اللي انا عايزه اطلعها وتساعدني في مهمتي اللي انا عايزه اقوم بيها، هو اني لازم اهيئ لنفسي البيئه دي بنفسي. فهشوف دلوقتي ادوات الشغل دي كلها انا محتاجه احطها في مكان يسهل عليا ويسرع عليا وقت الشغل، ان انا اقدر اخد الحاجات اللي انا عايزاها بكل سهوله ويسر. لان طبعا الوضع اللي انا عاملاه دلوقتي مش هيساعدني ولا يأهلني ابدا ان انا
انتج بسرعه، وانا محتاجه في الفتره دي اواظب ما بين حاجتين، ما بين شغلي وما بين المحتوى اللي انا عايزه اقدمه لكم. ففي الحالتين دول لازم افكر ازاي اسهل على نفسي. اول حاجه هنبتدي معانا النهارده هو اننا هنروق مكان الشغل. فانا محتاجه اخد كل الماتيريال دي على الماتيريال اللي جوه واعمل لها اضراب معينه وكل حاجه في مكانها علشان امد ايدي كده بسهوله اطلع بسهوله. يلا بينا. كده خلينا متفقين انا وانتوا ان احنا لسه في مرحلة بناء مدرسة الابطال، ولكن في الفيديو ده في حاجة مهمة جدا حصلت فكان لازم اقول لكم عليها، وهي ان الاحساس اللي بيجيلنا لازم احنا نقدر نسيطر عليه ونعرف الطريقة اللي هنقدر نتغلب عليها، مش نكبته ولا نمحيه او نزيحه، والحاجات دي برضه هنعرفها بعدين، ولكن نعرف نتعامل معاه. انا اديت لنفسي حافز، ولكن ما زالت الافكار موجوده وما زالت المشاعر موجوده، انا عارفه، وهتفضل موجوده الفتره الجايه، لان طالما قررت ان انا اعمل حاجه خاصه بموقف صعب مريت بيه قبل كده، كل ذكريات الموقف ده هتجيلي وانا عارفه ومأهله نفسي وعارفه ان انا همر بحاجات كتير، ومقرره ان انا الحاجات اللي همر بيها دي هقولها لكم وهقول لكم ازاي نتعامل معاها، لان مش لازم تسيبوا نفسكم لدرجه انكم توصلوا لمرحله الاضطرابات النفسيه. اي مشكله نفسيه بتبتدي بمشاعر في البدايه، لو ما قدرناش نتعامل مع المشاعر دي للاسف بتزيد. والناس اللي بتقولك صلي وقرب من ربنا، انا عارفه ومتاكده انك ممكن تكون او انك ممكن تكونوا ما بتسيبوش فرض، وانكم ممكن تكونوا بتصلوا اكتر من الشخص اللي بيقول لكم قربوا من ربنا، ولكن المشاعر لسه مسيطره عليكم. الافكار دي كلها احنا هنغيرها، هنشتغل عليها مع بعض، هنشتغل على الأجيال الكبيرة، هنوعيهم ونفهمهم إيه هو علم النفس وإيه هي المشاكل النفسية. ممكن يكون كتير منهم عندهم مشاكل نفسية ومش عارفين إن دي مشاكل نفسية، ومعتقدين إن أصل الحياة كده أو إن إحنا لازم نعيش كده. ودلوقتي رحت بقى خلصت شغلي، وقت الصلاة جه العشاء، أنا كنت طولت وكان لازم اخد بريك، ولو ما كنتش اخدت بريك هنا وضغطت على نفسي انا كنت هخلي نفسي للأسف تكره الشغل أو تكره المحتوى اللي أنا عايز أعمله أو تكره الهدف اللي أنا عايزة أوصله، لأني بضغط عليه. علشان كده لازم تبقوا فاهمين إن في وقت معين ممكن نضغط على نفسنا فيه، وفي وقت ما ينفعش نضغط على نفسنا فيه، خصوصا الوقت اللي انا فيه دلوقتي ان انا عارفه اللي انا بعمله ده هيخليني افتكر مشاعر وافكار كتير جدا سيئه، علشان كده ما ينفعش في الموقف ده اضغط على نفسي. اول ما حسيت ان انا ارهقت قمت فورا اخدت بريك، انا لسه ما خلصتش زي ما انتم شايفين، في حاجات كتير جدا لسه ما ترتبتش، ولكن الاهم دلوقتي سلامة صحتي النفسية، وعلشان صحتي النفسية لازم اهتم بنفسي وما اضغطش عليها. وانا طول عمري واخده الموقف ده مع نفسي، هو اني عمري ما بضغط عليها ولا بسمح لحد يضغط عليها ابدا، وده اللي لازم تبقوا عارفينه، وهنتدرب عليه برضو مع بعض في الفيديوهات الجايه مع بعض في مدرسة الأبطال. هنبني كل حاجة حلوة علشان حياتنا تبقى أفضل وحياة ولادنا تبقى أفضل مننا إحنا كمان. وده كان فيديو النهاردة، فيديو عشوائي جدا في تجهيزات مدرسة الأبطال اللي هنقضي مع بعض كام يوم في الفترة الجاية واحنا بنجهزها، علشان تكونوا مشاركيني من أول واحد هيتابعني في مدرسة الأبطال من البداية خالص، من أول خطوة هتتم في مدرسة الأبطال. أنا لسه في أفكار كتير جدا في دماغي ما رتبتهاش، هنرتبها مع بعض إن شاء الله، بس أول وأهم حاجة نرتب الأولويات دلوقتي. أبطال مدرسة الأبطال، بطلات مدرسة الأبطال، مع بعض هنبني مجتمع وجيل كله أبطال، مع بعض هنعمل كل اللي نفسنا فيه علشان نعيش الحياة اللي بنحلم بيها، والحياة دي هتيجي لما احنا نشتغل مع بعض. ربنا قال احنا علينا السعي وهو عليه الحاجات الباقية، اول ما هيلاقينا بنسعى وبنغير هو فورا هيغير لنا كل حاجة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا هنتفق مع بعض ان احنا نغير كل حاجة للأحسن، ونتعلم الاول ازاي نغير الحاجة علشان لما نتعلم هنحاول نغيرها صح. مع بعض هنعمل كل حاجة. بحبكم جدا، وافتكروا ان الجيل الجديد اهم حاجة عندنا، وان احنا لازم نأدي دورنا وامانتنا اتجاههم، لازم نفهم دورنا ايه ونقوم بيه. ابطالي وبطلاتي الصغيرين، افتكروا ان انا بحبكم وان انتوا اهم حاجة عندنا، وان احنا هنسعى ان حياتكم تكون احلى. دمتم بخير، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ولو حاسين ان الفيديو ده ممكن يدي طاقة ايجابية لاي حد تاني من ابطالنا، ممكن تعملوا له شير، وما تنسوش بقى لايك وكومنت،
ولو عايزين يوصل لكم كل الفيديوهات الجايه وتنضموا لمدرسه الابطال، فولو على طول، ما تتاخروش عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وكده عرفنا سر التعامل مع المشاعر السلبيه هو اننا نسيطر عليها.